السلام عليكم. دلوقتي يا جماعة من بعد مباراة العودة بتاعة سان داونز في جنوب أفريقيا اللي فاتت، وأنا مخي شغال ومحتار جدا في فرقة سان داونز دي. يعني في ناس كتير قوي ونغمة كتيرة جدا كانت موجودة الفترة اللي فاتت من بعد المباراة للنهاردة. الناس كلها بتتكلم ان مش هي دي فرقة سان داونز، ومش هي دي قوة فرقة سان داونز، وان فرقة سان داونز اضعف من السنتين ثلاثة اللي فاتوا، النسخة دي اقل شوية. انا معاهم جدا، يعني ان فرقة سان داونز الكواليتي حتى بتاعت اللاعبين قلت الى حد ما بس معظم الفرقة يعني 60-70% من التيم ده موجود لغاية دلوقتي. انا من ساعه المباراه الاولى اللي كلنا اشدنا بيها بكولر، يعني اللي هو عمل مباراه تكتيكيه مميزه، وقفل مصادر خطوره فرقه سان داونز من عمق الملعب والاطراف اللي هم مميزين جدا عندهم. فالراجل تكتيكيا نجح، قفل مصدر الخطوره. ان فرقه سان داونز دايما يا جماعه لو كنا نفتكر المباراتين اللي شلنا منهم 5، الناس دي يعني بتلعب كوره مميزه جدا وكوره برازيليه يعني. فبيلعبوا كوره على الارض وبدبل باز بيضربوا الخطوط، ودايما كان بيبقى مصادفهم من يعني حظ كبير جدا قصادنا، وبيقدروا يسجلوا فينا هدف واثنين وثلاثه. طب احنا كل مره كنا بنروح ونجاري سان داونز هناك في جنوب افريقيا ونفتح الملعب ونلعب معاهم كوره، كنا يعني بما يرضي الله كانت هي فرقه اتقل مننا والسكواد اتقل مننا، فكنا بنزعل وبنشيل بالاربعه وبنشيل بالخمسه مرتين. فالموضوع كان صعب جدا ان كولر يكرر نفس الغلط تاني ويلعب قدام سان داونز مباراه مفتوحه. راح الراجل عامل ايه؟ راح الراجل يعني قال لك يعني ايه اطلع بالمباراه يعني اطلع بالمباراه بنتيجه ايجابيه. الراجل راح عامل خطة دفاعية بحت، لعب ب5-3-2. كنا نفتكر كان الشناوي ومحمد هاني واشرف داري ورامي ربيعة وياسر ابراهيم، وكان يحيى عطية الله بدأ المباراة، وكان في نص الملعب احمد رضا وامام عاشور ومروان عطية، وفي الامام كان طاهر وجراديشار، وكان بيلعب على تحولاته الهجومية وبيعتمد على سرعة طاهر، وبيعتمد على محطة جراديشار، الراجل المميز اللي بيقف على الكورة بطريقة كويسة وبيقدر يحافظ على الكورة لحد ما الفرقة ما تطلع. تمام، ده في حالة ايه؟ الارتداد الهجومي. طب في حالة لما كانت الكورة مع سان داونز واحنا سايبين لهم الكورة والراجل بيلعب تحت الكورة وبيضغط وقافل مفاتيح لعب سان داونز، الراجل نجح وكلنا اشدنا بيه. وانا واحد من الناس اشدت بكولر تكتيكيا ان طلع بنتيجة ايجابية من جنوب افريقيا، دي حاجة مميزة جدا. بس من ساعة ما الماتش ما خلص يوم الجمعة وانا بفكر في الجمعة اللي بعديها مباراة العودة، يا ترى كولر يلاعب سان داونز ازاي؟ عايز الناس كلها يعني تقول وجهة نظرها وتتكلم معايا وتشوف لو في حد عنده حاجة حل للقصة دي ممكن ندردش مع بعض ونتكلم فيها. انا واحد من الناس شايف ان اتكلمت مع ناس كتيرة قوي اهلاوية اصحابي، كل الناس قالوا لي لا احنا نبدا متحفزين شبه المباراه الاولى. قلت لهم يا جماعه احنا النادي الاهلي واقوى فرقه في افريقيا، لعبنا كده عشان ظروف طارئه كانت خارج ملعبنا وفي توقيت صعب الساعه 3 وبنلعب خارج ملعبنا، طلعنا بنتيجه ايجابيه وبنلعب فرقه كوره كنا خسرانين منها مرتين 5، فان نطلع يعني متحفزين كده ونطلع بنتيجه ايجابيه يعني 0-0، ده بالنسبه لنا نتيجه ايجابيه. طب بالنسبه للقاهره هنا، مباراة القاهرة هنا، عايز الناس تقول لي هل نلاعب سان داونز بتحفظ دفاعي ولا نهاجم الفرقة دي ونخلص المباراة من بدري؟ يعني انا واحد من الناس شايف ان النادي الاهلي عليه استغلال اول نص ساعة في المباراة، طبعا نظرا لعامل الجمهور وعلى ملعبك ويعني مصادر القوة كلها عندك، فانت ممكن اول ربع ساعة اول نص ساعة تحاول بقدر المستطاع على الاقل تسجل هدف. ان انا تمنياتي وان شاء الله توقعاتي ان النادي الاهلي ان شاء الله يسجل هدفين في اول نص ساعه، ان شاء الله متوقع كده. ان فرقه سان داونز يا جماعه لو احنا المباراه ما عملناش يعني ما استغليناش البدايات لفرقه سان داونز وبدا يخشوا في مجريات الماتش معانا ويبقوا ند معانا في المباراه، انا شايف ان هم كرويا اعلى مننا ككوره في نص الملعب. فانت الموضوع هيسبب لنا ازمه لو دخلوا في الماتش، هيبدا يتجرأوا عليك وهم ناس بيلعبوا على ملاعب كويسه،
هنا في القاهره، فيعني هيلعبوا كورتهم بقى الطبيعيه وهيبقى ندي قوي جدا ليك. فانت لازم تستغل زي ما قلنا كده اول نقطه، اول ربع ساعه او نص ساعه ان شاء الله نقدر نسجل هدف او اتنين ان استطعنا. وبعد كده يعني نبدا نقف. اصل انت مش هتقدر 90 دقيقه ضغط عالي وتضغط عليهم من قدام وتبقى انت الفعل على طول ال 90 دقيقه. فانا بقول ان احنا نبقى فعل ان شاء الله اول نص ساعه، وبعد كده ان شاء الله نحرز هدف، ربنا يوفقنا بمشيئه ربنا، نحرز هدف او هدفين ان شاء الله، ونقتل المباراه من بدري ونلعب التحولات الهجوميه بقى، سرعات، يبقى طاهر، يبقى حسين، حسب اختيارات الراجل. عشان برضو في ناس كتير من صحابي مختلفين معايا في الراي ده. قلت لهم يا جماعه انا رايي شايف ان الراجل هيلعب بتشكيل مختلف جدا عن التشكيل اللي لعب في المباراه الذهاب. قالوا لي ازاي يعني هو ممكن نتفق معاك انه مش هيلعب بطريقه دفاعيه، بس انا قلت لهم الراجل هيبدا بتشكيل، هيبقى 4 بس في خط الظهر، هيبقى محمد هاني والعش باك شمال، انا اسف عشان هو اللي لعب مباراه الذهاب، واشرف داري ورامي ربيعه. ونص الملعب هيبقى اكرم توفيق من اساسيين المباراه دي، وافتكروا كلامي، ومروان عطيه وامام عاشور. وبن شرقي هيبدا المباراه دي، وناحيه اليمين هيبقى طاهر، وقدام جراديشار. تمام، دي التشكيله اللي انا متوقعها اللي الراجل هيلعب بيها، ودي التشكيله اللي ان شاء الله بنسبه كبيره نقدر نخلص المباراه في اول نص ساعه. فالموضوع شاغل لي دماغي، وعايز الناس كلها يا ريت تدردش معايا وتقول رايها. هل الفرقه دي نضغط عليها من بدري ونخلص، ولا نبدا نحترمهم زياده عن اللزوم على ملعبنا في وسط جماهيرنا والمباراه تتصعب علينا؟ الموضوع بجد والله شاغلني جدا من ساعه المباراه الاولى. فيا ريت كل الناس في الكومنتات تقول رايها، واي حد بيشوفنا يقول رايه. ان انا واحد من الناس ان شاء الله متوقع النادي الاهلي ان شاء الله هيتخطى عقبه سان داونز، ايا كان بقى النتيجه هتبقى عامله ازاي، بس انا ان شاء الله متوقع ان النادي الاهلي هيتخطى عقبه سان داونز. وبرده متوقع ان بيراميدز هيتخطى اورلاندو بايرتس، والفاينل من وجهه نظري بنسبه 80% لغايه عشان الكره في الملعب طبعا، طبعا عشان الكوره في الملعب وكل حاجه وارده في الكوره. فانا ببقى شايف ان 80% ان النادي الاهلي ان شاء الله هيتخطى سان داونز. انا بس الحاجه اللي شغلاني هي طريقه اللعب. ان كولر كلنا يعني شفناه، الراجل بيحب دايما يبقى ليه بصمه تاليف. يعني الراجل دايما بيحب ليه بصمه تاليف، عملها في الدوري كتير، يجيب بن شرقي يلعبه في يمين، ويجيب امام يحطه في شمال، ويشيله من نص الملعب اللي هو نقطه قوه النادي الاهلي امام عاشور. فرغم ان امام نجح في حته هاف الشمال وكلنا شفناه عمل مباراه عالميه قدام سان داونز هناك في جنوب افريقيا، بس ان شاء الله كلنا داعمين للنادي الاهلي وكلنا في دار النادي الاهلي. ويا رب ان شاء الله النادي الاهلي ياخد افريقيا، واتمنى ان النادي الاهلي يوم ما يقابل بيراميدز ياخد البطوله ان شاء الله من بيراميدز، عشان يبقى ايه يعني برضو خدنا البطوله من بيراميدز وخدنا البطوله من الزمالك 2020. عشان حتى الناس كلها ايه يعني بتقول لك ان النادي الاهلي بيتجامل في الدوري، النادي الاهلي الحكام بتبقى معاه. طب النادي الاهلي يا جماعه في افريقيا اهو، يعني اظن ما فيش تحكيم هينصف النادي الاهلي في حاجه. وبعدين النادي الاهلي انت مثلا بتشيد بيه وتقول النادي الاهلي تحكيم ونادي الدوله وبتاع. طب ما النادي الاهلي اول نادي يا جماعه قال انا مش عايز العب بالتحكيم المصري، يعني انا عايز العب بتحكيم اجانب. يعني في حد التحكيم بالعقل، ربنا عرفه بالعقل، في حد التحكيم بميزه عنده وبيساعده وبيديله مثلا ضربات جزاء وبيديله فاولات مش فاولات وبتاع، هيقول لا انا مش عايز الناس دي ولا يكمل بيها؟ يعني انا مش عارف والله بجد بجد. اي حد من صحابي الزملكاويه اللي بيطلع يتكلم معايا او بيدردش معايا بقول له بجد والله يعني انت مقتنع بالكلام اللي بتقوله؟ يعني انا انت بتفيدني، انت عامل حكم وانت بتفيدني. انا اقول ليه مش عايز العب مباراه انت اللي بتحكمها؟ طب ما انت بتكسبني يا عم، انت بتكسبني، انا هزعل ليه؟ ايه اللي يزعلني؟ دي حاجات برضو مش عارف والله بجد الناس مخها فين. فزي ما قلت كده ان شاء الله التشكيل اللي انا قلته دوت للنادي الاهلي ده اللي انا متوقعه. متوقع ان كولر ان شاء الله النادي الاهلي المفروض يا جماعه يبقى دايما، دي من الحاجات اللي بتضايقني في كولر، ان هو دايما بيبقى في المباريات الكبيره بيستنى يبقى رد فعل، ودي حاجه بتضايقني جدا. احنا النادي الاهلي واقوى ده اقوى فريق في افريقيا. انت عارف لو النادي الاهلي يا جماعه دايما يبقى فاعل ودايما يهاجم ودايما مثلا يبقى هو اللي مستحوذ على الكوره وهو المسبب الخطوره، ولا قدر الله صادفنا سوء بخت الكوره مش عايزه تدخل بتاعه خسرنا، احنا جماهير النادي الاهلي مش هنزعل والله. احنا مش هنزعل عشان عارفين ان المدرب عمل كل حاجه، اللعيبه عملت كل حاجه هي عايزاها. انما اما الاقي كولر المدرب بتاعي في اي مباراه، في اي مباراه كبيره، زمالك، بيراميدز، سان داونز، اي فرقه
في افريقيا اورلاندو بايرتس ايه دايما يبقى هو عايز يبقى ردة الفعل، دي حاجه بتضايقني. انا اسيب لي الكرة للخصم اللي قدامي، وابقى انا مستنى ابقى انا ردة الفعل، واقول انا الاهلي واللعيبه ما لعبتش. لا، ما هو المدرب عليه عامل برضه يا جماعه. المدرب لما يكون مدي تعليمات للعيبه انه اوفر الكوره وبتاع، واللعيبه هيعمل ايه؟ مش هيقدر. ما لو الف من دماغه وضغط وعمل ضغط من قدام، الراجل ممكن يغيره ويطلعه، يبقى بيأذي نفسه. فانا شايف يا جماعه، حتى والله 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 شاهد عليا ربنا ان انا بقول الكلام ده من قلبي، وربنا شاهد عليا ان ده رايي من زمان مش من دلوقتي، يعني من فتره كبيره، ان انا شايف لو حتى كولر خد افريقيا وفوزنا على ان شاء الله سان داونز وخرجناه، ولعبنا الفاينل سواء قدام اورلاندو او بيراميدز اللي بنسبه 90%، وخرجنا بيراميدز، انا شايف واحد من الناس ومن جماهير النادي الاهلي بقول رايي ان انا شايف ان كولر يمشي قسما بالله حتى لو خد افريقيا. النادي الاهلي يا جماعه معاه سكواد لعيبه تلعب كوره احسن من كده بكتير، احسن من كده بكتير، كوره احسن من كده بكتير. كولر يا جماعه مدرب جبان، انا والله والله ما بتجنى عليه، كولر مدرب جبان. يعني مباراة الذهاب دي يا جماعة لو اي حد بيفهم كورة قاعد الدقيقة 70 75 فرقة سان داونز كانت تعتبر شطبة كورة ومش قادرين، وانت بتعمل تحولات خطيرة جدا، بتنزل اشرف بن شرقي وتنزل تغييراتك الدقيقة 90 والدقيقة 80. طب الناس دي تلحق تلعب ايه؟ الناس دي لو كانت اتغيرت بدري من الدقيقة 70 ولا الدقيقة 75 اقسم بالله كنا خدنا المباراة بتاعت سان داونز هناك دي، كنا زماننا راجعين مرتاحين 1-0 هناك ولا حاجة، ونلعب المباراة هنا بكل اريحية. بسبب جبنه خلانا عملنا نتيجة هي كويسة بس خطيرة جدا. يعني هي نتيجة كويسة وفي نفس الوقت نتيجة خطيرة جدا. لا قدر الله انت لو استقبلت هدف من فرقة سان داونز، ما انت قاعد بتحاول تسجل انت هدفين، انت اللي محتاج تسجل هدفين عشان تكسب المباراة. يعني انا شايف ان النتيجة يا جماعة مش عايز الناس تنساق ورا النتيجة قوي، وكأن مباراة كأنها لم تكن اصلا، وان النادي الاهلي يلعب المباراة هنا يخلص المباراة من بدري ان شاء الله. احنا معانا فرقة تقدر تخلص المباراة من بدري، وانا عارف ان اللعيبة هتلعب رجالة هنا في وسط 80,000 متفرج او 70,000 متفرج، ونكسب المباراة ان شاء الله. وان شاء الله اقابلكم في الفاينل سواء قدام سان داونز، قدام قصدي بيراميدز او اورلاندو بايرتس، وان شاء الله تكونوا عدينا سان داونز ايا كان يعني الاداء هيبقى عامل ازاي. انا ان شاء الله واثق في فرقه النادي الاهلي ان هي هتتخطى سان داونز ان شاء الله. اشوفكم على خير، دايما متفائلين. بس والله مش عايز الناس يعني تقول عليا، بس في ناس بتقول انت متحامل على كولر وانت بتقول على كولر يمشي. والله 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 النادي الاهلي ما بيلعب كوره ده، والله والله والله. كل اصحابي عارفين ان انا راجل اهلاوي صميم، وانا بقول لكم والله 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 النادي الاهلي ما بيقدم كوره النادي الاهلي ما بيقدمش كوره. فانا عايز العب كوره، انا معايا، ما انا مش شريف بن شرقي، ويبقى معايا امام عاشور، ويبقى معايا وسام، ويبقى معايا جراديشار، ويبقى معايا مروان عطيه، ويبقى معايا احمد رضا، ويبقى معايا لعيبه كتير واكرم، ومعايا اللعيبه دي كلها وهاني واشرف ده، ومش عارف اطلع بالكوره من تحت. يعني انا اصلا مدرب من بعد ما شيان محمد عبد المنعم حد شاف النادي الاهلي بيخرج بالكرة من تحت؟ طب انت يا عم خلاص كان معاك واحد مميز فيها وبيطلع بالكرة من تحت، هل انت جهزت غيره؟ هل انت الفترة اللي فاتت دي كلها محمد عبد المنعم محترف بقاله قد ايه؟ هل الفترة اللي فاتت دي كلها كولر جهز حد من المدافعين مرنهم ازاي يطلعوا بالكرة من تحت؟ علمهم ازاي يطلعوا بالكرة من تحت؟ ما تخافش، انت الاهلي، انت اسم النادي الاهلي، انت اقوى فريق في افريقيا، اطلع بالكرة من تحت. اغلط مره اغلط اتنين بعد كده هتحسن، هتبقى كويس، هتبقى طورت المدافعين. انما انا شايف ان الراجل يعني هو جاب اخره وجاب كل اللي عنده. فاحنا عايزين احلال وتجديد للفرقه، محتاجين مدرب يدينا دوافع كبيره ان احنا كمان رايحين يا جماعه نلعب كاس عالم اول مره يتعمل بالنظام الجديد بتاعه ده، وهتلاعب ميسي، هتلاعب انتر ميامي، وهتلاعب فرق تقيله جدا وبنفيكا وبتاع. فلازم انا اروح اقدم كاس عالم يليق باسم النادي الاهلي، يليق باسم النادي الاهلي. كلنا فاكرين البرونزيه اللي خدها ابو تريكه ومتعب وفلافيو والناس دي، لعبنا مطوشه لسه في ذاكره الناس لغايه دلوقتي. احنا عايزين كاس العالم الجاي ده مع اول نسخه بالقوه دي نبقى النادي الاهلي يعني منافس قوي ويتخطى. ايه المشكله ان اتخطى دوري المجموعات وان انا امشي خطوه واثنين وثلاثه؟ انا ما بقولش ناخد كاس العالم للانديه، بس ايه المشكله ناخد خطوه واثنين وثلاثه واعمل كاس عالم للتاريخ واقدم كره تليق باسم النادي الاهلي ويبقى شكلنا حلو. يعني مش عارف الناس ليه معترضه معايا على حته ان كولر يمشي. انا والله مش شايف ان كولر بيعمل البدع، يعني دي وجهه نظري. وان النادي الاهلي لو يعني جابوا رضا عبد العال اللي هو بتاع بطيخ يدوره هيكسب بيه.
هيكسب بيه والله، وهيقدم كرة احلى من كده، احلى من اللي كولر بيقدمه. ان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله بعد مباراة سان داونز. بس دول كلمتين كانوا متحاشين جوه مني، وحبيت اطلع دردش فيهم مع الناس. اظن الناس كلها برضو مشغولة بحتة طريقة اللعب، واتمنى الناس كلها لايكات وكومنتات وشير للفيديو. شكرا اخواتي وحبايبي، انتوا عارفين دايما ان انا بحب اطلع كلنا مع بعض نتناقش كده في المباراة. فان شاء الله خير، والنادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يتخطى عقبة سان داونز، يوصل للفاينل ان شاء الله. اشوفكم بعد المباراة، مع السلامة.